فيروز الطفلة المعجزة. مفيش طفلة لحد دلوقتي في السينما المصرية قدر ان هو يوصل لنفس المكانة بتاعتها. تخيل طفلة عندها 7 سنين قدرت انها تخطف الكاميرا من ممثلين كتير ونجوم عظام. التمثيل مع الاطفال صعب جدا، صعب جدا انك توجه طفل، صعب جدا انك تسيطر عليه وتخليه يعمل الرؤية بتاعتك. التمثيل بالنسبة للطفل هو مش تمثيل، هو لعب. عبقرية فيروز بقى انها كانت حرفيا سابقة سنها، عندها حضور وكاريزما طاغية، وبترقص وبتغني وبتمثل تراجيدي حتى كأنها حرفيا مولودة في استوديو. انور وجدي كان ذكي جدا وعارف ان خفة الدم لوحدها مش كفاية، فاستغل موهبتها في الاستعراض. في الاخر عمل خلطة محدش عارف يقلدها لحد دلوقتي. فيروز في وقت من الاوقات خدت قرار عبقري، لكن للاسف كان قاسي قوي. قررت انها تعتزل في عز شبابها. هي فهمت من بدري ان الجمهور حب الطفله ومش مستعد ان هو يتقبل الممثله الشابه اللي موجوده قدامه. كان بالنسبه له طفله شقيه، لكن للاسف لما كبرت ده راح، وكان لازم تبين نفسها وتثبت ان هي ممثله شاطره. بس هي خافت ان الصوره تتهز واكتفت بصوره الطفله الشقيه الجميله اللي كلنا حبيناها. وده يعتبر ذكاء فني نادر على فكره، انك تعرف امتى تمشي وانت سايب بصمه حلوه للجمهور. تفتكروا مين الممثل اللي كان سنه صغير قدر ان هو يخطف قلبكم ويلفت انتباهكم؟